السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم عالم مروان. نتمنى يلقاكم الفيديو في صحة جيدة ان شاء الله، عواشر مبروكة. نتمنى تدخل عليكم بالصحة والسلامة وبكل ما كتمناو ان شاء الله براحة البال. لكل وحدك حيرة شنو توجد الحلويات العيد 2024. جبت لكم جوج تشكيلات بعجينة واحدة اقتصادية وبدون طابع وسهلة التحضير، سريعة جدا وكتجيب بنينة وهشيشة. يلا حبيباتي ما تنسوناش من لي لايك من البارطاج، وإلا كنتي اول مره كتشاهدي القناه ضغطي على زر الاشتراك وفعلي رمز الجرس هكا تكوني اول وحده كتوصل بجديد فيديوهاتي. نبداو على بركه الله في المقادير وطريقه التحضير. غناخد اولا واحد الكاس ديال سكر كلاصي، وغناخد نفس داك الكاس ديال سكر سنيده. غناخد نفس داك الكاس ايضا ديال الزيت. غنعبر معكم بهذا الكاس هذا الزيت. غادي نخلي الزيت حتى من بعد وعاد غادي نضيفو. ضروري غادي نجمع هاد السكر كلاصي بعدا بالزبده اللي عندي فيها 125 غرام ديال الزبده. غادي نخدمهم مزيان هذيك سكر كلاصي وسنيده مع ديك 125 غرام حتى كنحس بديك الزبده ديالي هكا تنطلقات مزيان ورجعت على شكل بوماد. ومن بعد غادي نضيف لها واحد الملعقه ديال بخانيني وغنخدمهم مزيان 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 حتى كنحصل عليهم كما قلت لكم هكا على شكل كريمي بحال هكاك. غادي ناخذ واحد زوج ديال البيضات وغادي نخدمهم حتى هما مع ديك الزبده وديك السكر كلاصي والسكر سنيده مزيان. وعاد غادي نضيف الزيت. هنا ضروري هاد المرحله تخدموها مزيان مزيان باش هكاك طلع لكم واحد الحلوه اللي هشيشه وكتبقى هكا القوام ديالها رطب، وما كتبقاش جهه عندك فيها الزبده وجهه عندك فيها الزيت. يعني غير كتخدمي داك المقادير الاولى كتخدمهم مزيان كطلع لك الحلوه ناجحه 100%. صافي من بعد غادي نخدم داك الزوج ديال البيضات جيدا حتى كنحصل على هذا الشكل بحال هكاك، شكل لي كريمي. كنضيف داك الكاس ديال الزيت وكنخدمهم مزيان. من بعد كنضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق حسب الخليط كيكون ما قاصحش، كيكون شويه رطب. ضروري تخليوه رطب شويه، ما يكونش هكا خفيف بزاف ولكن كيكون كتبركي عليه بالاصبع ديالك كيدخل هكا، الاصبع ديالك كيدخل بكل سهوله. صافي من بعد ما نضيف الدقيق كنضيف معاه واحد الساشيه ديال الخميره د الحلويات من فئه 7 غرام، وكنجمع العجين ديالي او هكا العجينه ديال الحلوى مزيان. غادي نضيف قبل واحد الياغورت ديال اي نكهه بغيتو. هنا ضفت النكهه ديال الفاني كتجي حتى هي غزاله غزاله بزاف هاد الحلوه. ومن بعد عاد كنضيف الدقيق كما قلت لكم مع واحد الساشيه ديال البيكين باودر. وبالنسبه للدقيق راه على حساب الخليط ديالكم، على حساب الكميه ديال او هكا الكبر ديال البيض. هنا كيما شفتوا ضروري الخميره ديال الحلويات كنضيفوها مع الدقيق باش هكاك كتدخل مزيان في الخليط ديالنا. وبالنسبه للخليط كيف ما كتلاحظوا ما غاديش نعجنو ولا غادي راه غير كنجمعو برؤوس الاصابع، غير كنبقى كندور عليه هكا. راه ما بغيتش نوقف الفيديو حتى تشوفوا كيفاش درت العجين باش كيعطيك واحد القوام اللي كيما شكلتيه كيبقى لك. صافي كنبقى مستمره حتى كنجمع العجين ديالي كيف كتشوفوا راه كيكون رطب وكيتشكل عندك بكل سهوله. كنغطيه هكا بواحد البلاستيكه باش ضروري باش ما ينشفش. الا نشف لك هكا نشفات لك العجينه ديال الحلوى راه كتشقق وما كتعطيكش الطوع هكا في الخدمه. كنشكل منها شكل على شكل اوفال بحال هكاك، وكنشكل هادوك غريبات هكا بحال شكل غريبات. كنحاول نديرهم صغار لانهم فيهم الخميره، ومن بعد غادي يكبروا شي شويه كيوليو بحال هاد الشكل هذا. كندخلهم للفرن اللي كيكون ساخن من قبل. المهم حراره كتكون متوسطه. كندخل الفرن ديال كندخل الصينيه ديال الفرن ديالي من الفوق حتى كيتحمر على هاد الشكل. تحاولوا تخليوه غير هكا مذهب بحال هكا فقط. هنايا البنات درت نفس هذاك ديك الحلوه هذيك درتها بهذا الطابع ديال الثومه، جات صراحه زويونه بهذاك الشكل هذاك. المهم كاقتراح هكا الا ما بغيتيش ديريه بحال هاد الطريقه هذه تقدري ديري هاد نفس المقادير وديري عليهم هكا تفندها في الزنجلان وتطبعها
بداك الطابع ديال الثومه وتعطيك داك الشكل هذاك. صافي هنايا الحليوه ديالنا من بعد ما بردت كنذوبوا الشوكولاط الاسود وكنحاولوا ندهنوا لها الوجه ديالها، ولا تقدري ديرها حتى كامله هنايا غير باش ما تاكليش الشوكولاط بزاف وما تجينيش حلوه لان فيها سنيده وسكر كلاصي راه شويه حلوه. وحتى ما تبقاش تلصق لي هكا في طاوله العمل. صافي والاقتراح المهم الا بغيتو حتى ديروها كامله حتى من التحت لان حتى شي حبات هكاك راني النص تقريبا درتو هكا فندتو كامل في ديك الشكلاط. صافي كنقبطوهم حتى كينشفوا يشد فيهم داك الشكلاط الاسود ومن بعد كنستفهم على هذا الشكل طريقه اللي سهله وسريعه وكتعطيك عمل زعما بكل سهوله وعمل متقون. كنستفهم على هذا الشكل هذا واحد تحت واحد البلاستيكه هكا كندير من تحت البلاستيكه وكنبقى كندور بخطوط. تقدروا نتوما ديروا شوكولاط ابيض. هنا انا تبقى لي من ديك الحلوه السابقه هاد التعليكه ديال البيستاج ودرتها ودرت عليها دوك الحبيبات ديال السكر البويضين وجات على هاد الشكل هذا كيجي غزال بزاف لا شكلا ولا مذاقا. وكتعطي هاد حليوات ديال الدوازه وحليوات ديال العيد كيجيو راقيين وزوينين. نفس داك الشكلاط اللي كتبقى لي في ديك الكاسرون غادي نضيف له واحد راس معلقه ديال القهوه سريعه الذوبان. غادي نضيف له واحد 3 ديال المعالق تقريبا هكاك ديال الماء باش كنحصل على كاناش كنديرو فوق النار لي متوسطه ولا مهيله. وكنحصل على كاناش ديال القهوه والشوكولاط وكندير فيهم داك هكا نفند فيها داك الحليوات اللي كنت صايبت بالشكل الثاني. وكنبدا ندوزهم من بعد ما كيستقطروا مزيان كندوزهم في الزنجلان وكنحصل على هاد الشكل هذا ديال هاد الحليوه ديال الزنجلان بالقهوه والشوكولاط. كيجي والله البنات كتجي فتيه وكيجي فيها واحد المذاق ما تشبعيش منه. وبالاخص المحبي الزنجلان ورائحه القهوه كتجي غزاله بزاف. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها لانها طريقه اللي سهله. الزنجلان كيشد فيها مزيان في هاد الحلوه هذه لان فيها الشوكولاط وهذاك الكاناش كيتلبس مزيان مع ديك الحلوه وكيشرب حتى ديك الحلوه كتشرب داك الكاناش هذاك وكتعطي الفتاوى لا بالنسبه للحلوه وداك الزنجلان كيشرب كما قلت لكم هذاك داك الشوكولاط هذاك وديك الرائحه ديال القهوه كيجيو غزالين بزاف. بالنسبه للجلجلان راه عندي محمر من قبل. وصافي هادو هما الشكيلات ديال الحلوه ديال العيد اللي اختارت لكم واللي هكا اخترت نشارك معكم. بالنسبه حتى لهذا الشكل هذا تقدروا ديروا خطوط هكا ديال الشوكولاط الابيض حتى هما فهكا في الواجهه ديالو كيعطيهم حتى هو واحد الشكل اللي زوين. تقدروا تخليوه بحال هكا كيجيو حتى هكاك زوينين. صافي كنبقى مستمره على هذاك الشكل حتى كنتهي من الكميه اللي عندي كامله ومن بعد غادي نستفهم وغادي نشوفوا النتيجه النهائيه ديال الحليوات ديالنا ديال حلويات العيد 2024 اللي سهله كما قلت لكم اقتصاديا وبسرعه تقدري توجديهم. ها هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا كي كتشوفوا عطات واحد الكميه اللي وفيره تبارك الله بعجينه واحده. عطاتنا جوج ديال الشكيلات كيجيو شكيلات اللي راقيين وبنان وصراحه ديال دوازاتاي كيجيو غزالين. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوهم. دابا ما بقى لي غير نقول لكم وصلت لنهايه الفيديو. نتمنى يلقاكم الفيديو في صحه جيده ان شاء الله ودمتم في رعايه الرحمن والى اللقاء. باي باي.